هاء. يلوح أن المقارنة بين الثقافة الآرية والثقافات الصينية الأم موضوع غريب ومثير، بحيث يستحق البحث العميق، إذ يعتقد بل ويبرهن على أن الصين بلغت بثقافتها الطور الأعلى من العصر النيوليثي في أعوام 4000 قبل الميلاد. وإذا وضعنا انتقال الثقافة الآرية من أوروبا إلى الهند في نفس التواريخ نصب العين، فسنستطيع القول بانتقالها اليسير إلى الصين أيضا كأطروحة وطيدة. يرجح احتمال كون الثقافة الصينية اقتاتت على الثقافة الآرية، إلا أن جغرافيتها على وجه الخصوص، سواحل النهر الأصفر وشروطها التاريخية المنطوية على ذاتها إلى أبعد حد، وبنيتها الخاصة بها، قد منحت التطور المحلي مكانة أساسية. التأثير موجود حتما، إلا أن المزايا الثقافية المحلية مهدت لثورة نيولوتية تحاكيها وتجاريها تماما مثل ما حال الصين اليوم. فكيفما أن التطورات التاريخية العظمى المنجزة تماشيا مع شروط الجغرافية والديمغرافية قد أسفرت عن شيوعية خاصة بها، فقد تمخضت عنها أيضا رأسمالية خاصة بها، إذ من غير الممكن أن تتحول الشيوعية والرأسمالية إلى شيوعية الصين ورأسماليتها ما لم تلتحما مع طبائع الصين. أما الخصائص الأولية للأقوام المندرجة في المجموعة الثقافية الصينية الأساسية، اليابانيون، الكوريون، الأتراك، المغول، الفيتناميون وغيرهم، فتتجسد في الصمود الصارم تجاه الخارج والانعطاف إلى قبول ثقافة المنافسة على نحو قوي وسريع في حال الفشل. وبقدر جوانبها في التصدي العتيد، فإن مهارات التقليد والمحاكاة والامتصاص على نحو استثنائي تلازمها وتقترن بها. يبدو أن هذا الأمر يعد خاصية مشتركة وعميقة في ثقافتهم. انتقلت الثقافة النيوليثية والمرحلة الحضارية اللاحقة إلى عناصر المجموعات الأخرى عبر الصين. قد يكون تشبيه الصينيين ضمن مجموعاتهم بالعرب الساميين أمرا منيرا، فالمجموعة الثقافية الصينية أيضا، مثلما هي حال الثقافة السامية تماما، عجزت عن إبداء قدرتها في أن تتميز بالكونية التي شهدتها الثقافة الآرية. في هذه الحال فسيكون من الناجع ترتيب الأمر ليكون الآريون في المرتبة الأولى، يليهم الساميون ومن ثم الصينيون.